اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نعمل مع بعض احلى طبق بابا غنوج. احلى طبق بابا غنوج ممكن تاكليه من ايدي. انا بعمله حلو جدا جدا بشهادة الجميع يعني. هتجيبي البتنجانة 2 بس يكونوا كبار، يكونوا للشوي. هتحطيهم بقى في الفرن البوتاجاز او على العين من فوق، بس يكون في حاجة حاجز بينها وبين العين. وهتقومي جايباها مخرماها بالسكينة من كل ناحية علشان تقبل السخونية ما تفرقعش او حاجة. بعد كده تسيبيه يبرد وبعد كده تقشريه زي ما انا بعمله كده. بعد كده هتهرسيه بالشوكة، هتضيفي بقى الاضافات اللي انت عايزاها. انا بحط طماطم عليه، بحط فلفل هريسة الفلفل اللي احنا عاملينها مع بعض، بحط معلقة منها، وبحط طماطميتين. انا بحب احط عليه طماطم، بتبقى طعمها جميل جدا معاه. سلطة البابا غنوج ديت ممكن تاكليها مع الفراخ المشوية، مع الحواوشي، مع البطاطس المحمرة، مع الطعمية. تبقى جميلة جنب اي اكل. انا بصراحة ساعات ممكن اعملها مع الاكل الشعبي يعني، تبقى جميلة جدا. او مثلا عندي اكل ومش عارفة اعمل جنبه اي حاجة، بقوم جايباه البتنجانتين وشوياهم وعاملة ايه جنب الاكل. هتقطعي الطماطم وهتقطعيها بالشكل ده. قولولي بتتابعوني منين. معاكم اسماء من القاهرة من مصر. هتحطي عليهم شوية زيت حلوين، وتحطي عليهم معلقة خل، وفي ناس بتعصر ليمون وبتحط كزبرة اللي هي الكزبرة خضرا كده. بس انا ما كانش متاح عندي يعني، مش بحب اوقف حاجة يعني مادام الحاجة مش عندي. حتى انا ما حطيتش عليه طحينة، قمت حاطه عليه شويه بابريكا وشويه شطه عشان الهريسه ما كانتش حراقه، وحطيت الملح وقلبت كويس. لو انا بقى بحط عليه الطحينه وبحط عليه توم، بس انا المره دي ما رضيتش احط توم عشان يبقى خفيف. والف هنا، طعمه تحفه وشكله جميل، طعمه رهيب. بتاكليه. في ناس بقى بتحطه في الخلاط وتهرسه، انا مش بحب كده. انا بحبه كده، بحبه